السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانين. كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم ببرغل على الطريقه التركيه كيما اللي ناكلوه في المطاعم، حاجه تحفه. نسميو بسم الله ونبداو في المقادير. اولا نحطوا ملعقه تاع سمن او زيت، نزيدوا عليها بصله متوسطه نقليها مليح، نزيد لها ثوم ونزيد نقلي مليح، نحط لها شويه ملح وبعدها نحط شويه تاع فلفل. الالوان المتواجده عندك، انا حطيت الالوان المتواجده عندي. تقدري تزيدي فيها الفلفل الحار اللي يحب الحار، تقليهم مليح، تحطي بابريكا، كركم وفلفل اسود. بعدها نحط زعتره كميه بسيطه فقط، اذا مش متواجده مش مشكل، بس تمد طعم مليح فيه، مع ملعقة طماطم مصبرة. تقدروا تزيدوا طماطم طبيعية ثاني، بس طماطم مصبرة كافية جدا. بعدها نحط البرغل اللي كنت غسلته مليح في الماء بارد وصفيته، نقليه مع هذا الخلطة اللي درتها في الأول، نقليه مليح وبعدها نحط عليه ماء سخون فوق مستوى البرغل ب1 سنتيمتر. إذا لقيتيه ما طابش مليح تقدري تزودي، بس هذه الكمية هيك راها كافية. على نار قوية كي يبدا في الغليان نقص النار، نغم عليه نغطيه. كما راكم تشوفوا هنا راهو استوى كل حبة وحدها. بعدها نغطيه بمنديل باش الندى ما يعاودش يهبط على البرغل، بمنديل ونغطيه. البرغل تاعي صار جاهز كما راكم تشوفوا. صدقوني راهو بنين بزاف كيما اللي ناكلوه في المطعم، بنين بزاف. تقدري تقدميه مع لحمه، انا درته مع صوص اللحم تاع الصوص. تقدري تقدميه مع مشاوي كيما حبيتي، او تاكليه حتى وحده مع ياغورت طبيعي. انا درته بالنعناع فقط على الطريقه التركيه ثاني. تلقاو الوصفه في فيديوهاتي القديمه. نتمنى دعمكم للقناه باشتراك ولايكاتكم اذا عجبكم الفيديو. الى اللقاء مع فيديو ثاني.